هذه تسريبات من كاميرات مراقبة داخل مبنى إداري. اشتكى الموظفون بأن هناك أشياء غريبة تحدث في المبنى، ولم يعيرهم المسؤولون أي انتباه، فقاموا بنشر هذه المقاطع على الإنترنت. هل لديك أدنى فكرة عن سبب تحرك هذه الأشياء من مكانها؟ اكتب تعليق، وأفضل التعليقات سنعرضها على الشاشة في الفيديو القادم. جدارية من عام 1937 هي نحت قديم أشعل النقاش حول فكرة السفر عبر الزمن أو إثبات نظرية المؤامرة. هل يمكن لهذه الأعمال التاريخية أن تحتوي على دليل للتكنولوجيا الحديثة أم هي ببساطة مصادفات؟ التفسير الأكثر منطق هو أنها مرآة وليست هاتف ذكي. الفنان الإيطالي بينشون رومانو يقدم نحت يعود تاريخه إلى 100 قبل الميلاد لإظهار فتاة صغيرة تحمل جسما مستطيلا لامرأة أخرى. للعيون الحديثة يبدو شيء غريب مثل الكمبيوتر أو اللابتوب، وله فتحات على الجانب يفسرها البعض كمنافذ USB. واجه الخبراء هذا الادعاء ورجحوا أنه ممكن يكون صندوق أو لوح كتابة. إيه رأيك في هذه الأعمال الفنية؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. قناة إخبارية شهيرة كانت تنقل حدث استقبال طائرة تحتوي على ركاب مهمين، وفجأة انشغل المصور بتوثيق جسم غريب في السماء، بالإضافة إلى صياح المذيع في دهشة واستغراب. Oh, yes. What is that? Oh, that's it. Hold on a minute. That's one of the things. Is that it? Is that one of the UAPs that we've been talking about? I'm kind of scared of looking at this. Hold on a minute, guys. This is one of the UAPs that we've been looking at. Is this it, Josh? You know, Peter, that doesn't look like... I'm not sure what that is. And I'm telling you, they're flying. They're flying in from the ocean, so... Very strange right now. I'm getting it's a little like it's weird. It's like that was something out there that was flying and I have no idea what it was. ليست هذه المرة الوحيدة الذي شوهد فيها هذا الجسم الأبيض الغريب. في مقابلة تلفزيونية أخرى ظهر نفس الشيء في السماء وأحدث حالة من الذعر للموجودين. Está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor, están grabando, estamos transmitiendo en vivo, en directo. Siendo las 10:47 de la noche, miren eso. Miren eso. Ahora, vamos a tratar de ser racionales. وانتشر المقطع كالصاروخ على الإنترنت، ولم يعطي أحد تفسير مقنع لهذا الجسم الغريب. ووثق أحد المواطنين الأمريكان ظهور هذا الجسم مرة ثالثة، شاهد المقطع. There was another one before I saw this, and it went straight down to the ground over there. I don't know. Oh, there it is. What the heck is that? Man, I don't know what the fuck that is, man. Whoa. Putting out drones, man. Scouting the area, I guess. Shit. لا تتردد في ترك تعليق حول أفكارك وتفسيراتك لهذه الظواهر المخيفة. It's gone. This fuck is gone. Wow. That was pretty cool. في مشهد غريب وغامض صورت أحد الكاميرات المثبتة على طائرة حربية جسم غريب يطير في السماء بجوار الطائرة.
وتم تصوير هذا الجسم مرة أخرى بواسطة كاميرات تابعة لمنظومة دفاع على جبل سكوت في أوكلاهوما. أب وابنه صوروا مخلوق غريب يشبه إلى حد كبير رجل الغابة، ولا نعلم هل ستصدقون وجوده أم ما زال بينكم مشككين. رجل سعودي ذهب إلى شقته القديمة والمهجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فحدث ما لم يتوقعه أحد. هل أنت مستعد لمشاهدة مشهد في غاية الرعب والإثارة؟ لا إله إلا الله. بينما كان يقرأ هذا الرجل القرآن الكريم، تحرك بعض الأثاث فجأة من تلقاء نفسه. شاركنا برأيك في تجربة جاسم السعودي مع تلك الأشباح اللعينة. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله. وصلت الساعة فلا السكن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Stick. What the heck? شخص يدعي أن تلك العصا كانت تتحرك، وعندما أراد تصويرها ظلت في ثبات على هذه الحالة متحدية الجاذبية. Oh my god. Is that it? Is that it? What the heck is going on? Oh my god. Is that it? وضع باحث في عالم الحيوان كاميرات لمراقبة البرية، ولكن كان يشعر دائما بشخص يراقبه إلى أن وجد هذه الصورة على الكاميرا. هل حقا هذا شبح؟ هذه القضية حققت انتشار واسع على الإنترنت. قامت امرأة بتثبيت كاميرا مقابل سرير نومها هي وجوزها، حيث أنها كانت تشك أن لديها عشيقة من الجن، وعند مراجعة الكاميرا ظهر وكأن الرجل يختفي من أسفل الغطاء، وبعد 33 دقيقة ظهر مرة أخرى وكأن شيئا لم يحدث. الفيديو جعل الزوجة تتأكد من شكوكها وانفصلت عنه. وانتم رأيكم ايه؟ وهل تعتقدوا أن هذه المرأة على صواب؟ شاركنا أفكارك في التعليقات. ده مشهد انتشر على تيك توك. يدعي أن أجهزة التمارين تتحرك من تلقاء نفسها، ولما بحثت أكتر لقيت مقاطع كتير بتتكلم عن نفس الظاهرة في نفس المكان. ياريت تشاركوا معانا بأفكاركم في التعليقات. مصدر الفيديو بيقول أنه أثناء التنقيب عن الآثار ظهر هذا الشعاع الأزرق الغريب، مع العلم أنه يوجد أجهزة إضاءة تقدر تدي نفس النتيجة. هل تعتقد أن الفيديو مزيف أم حقيقي؟ I have no idea. I do believe in those kind of things a bit, but not as much. And I was so scared
امرأة جميلة جدا شافت شيء غريب فقررت تصويره. تقول بالرغم أنه لا يوجد شيء يقف هناك، يوجد ظل على الحائط. قد تكون رسمة على الحائط، أليس كذلك؟ لا تبحث كثيرا، فقط على ليفيك تيوب ستشاهد كل شيء ممتع ومثير. متنساش تكتب تعليقك وتسيب لايك على الفيديو حتى نتمكن من نشر المزيد من تلك النوعية من الفيديوهات. إذا كانت هذه أول زيارة لك في قناتنا ليفيك تيوب، لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بجديدنا. أخبرنا في التعليقات أي من هذه المقاطع نال إعجابك، ولا تنسى مشاهدة الحلقات السابقة من ليفيك تيوب. نشكرك جدا على المشاهدة. لا تنسى الاشتراك في ليفيك تيوب إن أردت أن تشاهد المزيد من فيديوهاتنا. أراكم في فيديو قادم على خير. لا تنسى الاشتراك في ليفيك تيوب إن أردت أن تشاهد المزيد من فيديوهاتنا. أراكم في فيديو قادم على خير.